كل الأبهات بتتمنى عيالهم يكبروا علشان يشوفوهم دكاترة ومهندسين، علشان يبقى عندهم حياة كريمة ينفعوا بيها نفسهم وينفعوا بيها الناس والمجتمع. لكن أنا وضعي كان غير. أبويا كان نفسه إن أكبر عشان أكون أكبر ساحر اتخلق على وش الأرض. أيوة زي ما سمعتوا كده، ساحر، لأن هو كمان كان من أشهر السحرة في اليمن في الوقت ده، ووارث الشغلانة دي أبا عن جد. أنا داوود محمد فرحان. كبرت ولقيت نفسي مرمي في وسط السحر والجن والشياطين. ما اخترتش طريقي، أبويا هو اللي رماني في السكة دي زي ما قلت لكم كده، لأنه كان بيتمنى أن أكون أشطر وأعظم ساحر وأكمل المسيرة من بعده. من يوم ما وعيت على الدنيا وأبويا بيجرب فيا كل السحر اللي اتعمل قبل كده، وكان بيرسم على جسمي طلاسم عشان يلبسني الجن، ويا ريته اكتفى باللي يعرفه بس، ده كمان كان بيخترع تعاويذ وأسحار جديدة، وكنت أنا دايما أول واحد يجربها عليه. فطبعا طفل زيي ما كانش عايش ابدا حياه طبيعيه، وكنت بشوف حاجات ما بيشوفهاش البشر العاديين، وده كان بيتسبب ان يجيلي دايما حالات صرع متكرره بدون سبب علمي او طبي واضح. وبرغم قلق كل اللي حواليا وخصوصا